والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حلقة جديدة من أخبار وبلاي ستيشن. أخبارنا النهاردة جديدة وحصرية ومش عند أي حد. الخبر الأول زي ما عودناكم طبعا. الخبر الأول بيقول المنتخب المصري يفوز على منتخب توجو 3-1 ويتأهل لكأس أفريقيا. طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا المباراة امبارح، يعني مش هو ده منتخب مصر طبعا اللي احنا عاوزينه، لكن الاداء اتحسن ليه؟ لان حسام البدري غير فكره. حسام البدري غير قناعاته. يعني انت دايما في الاهلي كنت بتحبش اللعيبه الكبيره، المنتخب انت مصمم على ناس، يعني ناس عجزت يا جماعه. عبد الله السعيد ما ينفعش. احنا شفنا قفشه امبارح، يعني هو سر تحسن اداء المنتخب هو قفشه، انه ركن عبد الله السعيد شويه. ما اختلفناش ان عبد الله السعيد لاعب كبير، لكن ما ينفعش ياخد كل ماتش، ما ينفعش ياخد كل الماتشات، خصوصا ان انت لاعب مباراة يعني لاعب مباراة من 3 4 ايام. فما كانش يقدر، ما كانش ينفع ابدا ان عبد الله السعيد يبدا. فقفشه بدا ووراله اللعب. قفشه شاب ونشيط، المنتخب اتحرك. يعني عبد الله السعيد بيموت اللعب الصراحه، انت ممكن تستفيد بيه اخر ربع ساعه، مش اكتر من كده. تاني خبر النهارده، طبعا زي ما احنا عارفين ان رجاله الاهلي امبارح هم اللي عملوا الاداء. رجاله الاهلي كالعاده هي اللي بتمثل المنتخب كعادتها طول العمر. طول عمر الاهلي يا جماعه هو المنتخب. الزمالك ما اختلفناش، يعني لاعب ولا اتنين بالكتير، انما المنتخب على طول اهلي معروفه، الروح والحماس. والاهلي هو سر نجاح المنتخب، وان شاء الله يفضل كده على طول. الخبر اللي بعد كده إصابة أيمن أشرف مع المنتخب تربك حسابات موسيماني، وكشف طبي فور وصوله إلى مصر لتحديد مدى إصابته وإمكانية لحاقه بالمباراة من عدمه. أيمن أشرف اتصاب امبارح طبعا يا جماعة، بس أنا بطمنكم إن هو سليم، يعني ما في حاجة بسيطة، يومين 3 راحة ويرجع على طول إن شاء الله. لأن ما عندناش غيره بصراحة. يعني إحنا في الأهلي هو أصلا مش مكانه، تخيلوا مش مكانه وبيلعب في مكانه وما عندناش غيره. شفتوا؟ يعني قمة الحاجة الغريبة. الأهلي مقصر الصراحة في موضوع المدافعين ده، بقاله فترة ما بيشتريش مدافعين على مستوى. طول عمرنا الأهلي عنده أفضل مدافعين، الآية اتعكست. الخبر اللي بعد كده بيقول كهربا يغيب عن مباراة كأس مصر القادمة أمام أبو قير للأسمدة بسبب تراكم الإنذارات. أنا معرفش كهربا إنذارات إيه، وأنت لعبت أصلا يا كهربا؟ يعني أنا معرفش إنذارات دي خدها إمتى. إنني يعود مع المنتخب ببدلة العزل، يعني شيء غريب. إنني تريزيجيه بعتوا له، تريزيجيه في نادي أقل من أرسنال وبعتوا له طيارة خاصة تاخده. أنا ما أعرفش إنني يسافر ببدلة مع طب ما افرض حد اتصاب من اللعيبة، يعني طالما هو مصاب ما يروح في طيارة خاصة. ما أعرفش والله. خبر بعد كده بيقول رسميا كأس العالم للأندية يقام من 1 إلى 11 فبراير 2021 في قطر، وإن شاء الله الأهلي يشارك فيه. الأهلي ينفي الأنباء التي تشير إلى قرب انتقال اللاعب الإيطالي الشهير بالوتيلي، وينفي الحديث مع اللاعب أو وكيله من قريب أو بعيد. يعني أنا مش عارف اللي بيجيب الأخبار دي بيجيبها منين، يعني أنا مش فاهم والله. بالوتيلي إيه اللي هيجي الأهلي؟ بيقعدوا يعشموا الجماهير بالوتيلي ومش عارف مين، وفي الآخر نجيب محمد فاروق. حاجة يعني استغفر الله العظيم. خبر بعد كده احمد توفيق يحل محل محمد فاروق في صفقة انتقال احمد الشيخ الى بيراميدز. طبعا يا جماعة موسيماني
وموسيماني كان عاوز محمد فاروق، بس لما عرف السن بتاعه قال طبعا لا خلاص ما ينفعش. احمد توفيق ممكن، لان ما عندناش غير محمد هاني في المنطقه دي، وطبعا زي ما انتم عارفين لو اتصاب مفيش. احمد توفيق كويس وبيلعب مع المنتخب، واحمد فتحي رايح له فهو هيقعد احتياطي، فسهل انه يجي. ان شاء الله تكون صفقه كويسه. واصابه علي معلول واليو ديانج وايمن اشرف مع منتخبات بلادهم، بس اصابات خفيفه ان شاء الله يلحقوا المباراه، مفيش اي مشاكل ان شاء الله. احنا ما بناخدش من المنتخبات غير الاصابات. وعلي معلول طبعا قبل النهائي لازم عضلاته ايه تعمل السليمه معانا، لازم عضلاته تعمل كده. الخبر اللي بعد كده حدث تاريخي امس، هو اول مره في التاريخ منتخب مصر يفوز على البرازيل. اول مره يا جماعه منتخب مصر يفوز على البرازيل في كره القدم، ومنتخب الاولمبي يفوز على البرازيل 2-1. يعني اول مره تحصل في التاريخ ان منتخب كره قدم مصري يفوز على منتخب برازيلي. احمد ياسر يا جماعه، احمد ياسر ريان مهاجم جامد من فصيله حسام حسن وعماد متعب، لازم يكون له تواجد مع الاهلي، لازم يكون له تواجد مع الاهلي الفتره القادمه. سعد سمير يشارك في جزء من تدريبات الاهلي بحذر شديد. الخبر اللي بعد كده موسيماني يتابع لاعب المنتخب الاولمبي امام البرازيل من استاد القاهره ويطمئن على مستقبل الاهلي. مستقبل الاهلي في اللعيبه دي يا جماعه. اخبارنا بسرعه عشان ما نعطلش حضراتكم. الاهلي يكثف مفاوضاته مع سان داونز لضم سيرينيو. الخبر بعد كده اخر خبر النهارده، وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي يستقبل بعثه منتخب مصر من مطار القاهره بعد الفوز على توجو خارج الارض. مش عارف امال لو خدنا بطوله افريقيا مين اللي هيستقبلها؟ يعني عشان اتاهلنا، فسبحان الله المنتخب ده متدلع جدا. بس برضك الظروف يا جماعه صعبه، والكورونا والحاجات، مش عاوزين برضو ايه نظلم الناس. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من اخبار بلاي ستيشن. واصحى معايا ما تنامش، انا باكلش شيبسي ولا كرانشي. ولايك واشتراك عشان يصلكم كل جديد ونقدر نستمر معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.